المقدس اه أفضل بكثير من كثير من المسيحيين. شوف، يعني عندك هو أفنى عمر طويل جدا في الدعوة يعني. بس الدعوة الإيه يعني؟ الدعوة للإسلام يعني، بيحاور المسيحيين، وربنا هدى على أيدي ناس كتير يعني. برافو، كويس. هذا يعني إنه ناجح. ولله الحمد. بس انت ايه رأيك في حوار امبارح معايا؟ نعم. ايه رأيك في حوار امبارح معايا؟ والله الحوار أقل شيء يخلي واحد يعني يشغل عقله يعني لا يجعل الأشياء مسلمة بشكل تام. صحيح. وده مهم يعني. والإنسان المتعصب آه، تجده يعني يرد بعناد. يعني أنا شفت أن القسيس اه كان ضعيف أمام السؤال اللي كان موجه من حضرة وسام، يعني حضرة وسام. القسيس كان ضعيف جدا. ما هو انت لو مكانه كيف مكان مين؟ لو مكان القسيس كيف مات يهوذا؟ يعني رد الفعل قصدك؟ ما هو الكتاب المقدس بيقول يهوذا مات ازاي. فاهم. أنا فهمت الشغلة. إنه يهوذا مات بطريقتين. الطريقة الأولى أنه شنق نفسه بعد ما سلم الأموال ل... مين اسمهم اليهود. انت هتخليني اشد في شعر وانا اقرع يا ميشيل. اسمعني. اه الحاجة الثانية إنه لا، إنه هو اشتغل حقل بالفلوس. واضح؟ هي دي القصة. فهذا متناقض، أو في تناقض يعني في الموضوع. ما هو واحد بيقول لي مات، شنق نفسه، وواحد واحد بيقول بيقول لي لي ده لا. سقط على بطنه و... فاندلقت احشائه آه على الارض يعني. طب هو مات و... مشنوق ولا؟ انت تعرف الحاجة الوحيدة اللي يقدروا يعملوها يمثلوه فيلم اكشن، ويعلق أي. نفسه فالحبل ما يطلعش مظبوط فوق، واخد بالك انت، والموسيقى التصويرية تا 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 تا، واخد بالك، أي. وبعد كده يقوم واقع على الارض فيكون في حجر ولا حاجة يقوم فجر جنبه. هو ده آه يعني ده يبقى مشهد سينمائي عشان ده أنت توفق بين حليتها دي. الروايتين. ده أنت حليتها. ما هو انا بقول لك اهو، ما هو ده عاوز مشهد سينمائي، انما الكتاب المقدس، بص يا ميشيل، الاشكال الاكبر ان الكتاب بيقول كتبه اناس الله بحسب الاعتقاد المسيحي، لان ده مردود. كتبه اناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس، صح؟ نعم. طيب اذا كان الروح القدس هو اللي هو اللي قال لمتى اكتب يا متى يهوذا مات ازاي، وقام رايح وهو بيقول للوقا اكتب يا لوقا يهوذا مات ازاي. طب انا صدق متى ولا صدق لوقا؟ ما هو طيب. لازم واحد في الاثنين صادق والتاني كاذب، او يبقوا الاثنين طيب. كذابين. طيب. طيب، من هو أسبق؟ آه هل هو متى أم لوقا السابق؟ ما هي المصيبة السوداء، هنرجع لعصمة الكتاب المقدس. المشكلة السوداء آه لان احنا هنرجع لمين اللي كتب قبل مين شوف، ومين هقول لك كتب حاجة. بعد مين. أنا طيب. طيب، سؤال. اه هل الرب تكفل بذاته بنفسه أن يحفظ الكتاب المقدس، أم جعله بيد أناس وأتمنهم عليه من غير أن يعطهم وعدا بأن يكون الكتاب محفوظا من دونهم؟ طب وضح كلامي؟ بص يا ميشيل، اصلا كتاب كتبه اناس الله الصديقين مسوقين من الروح القدس،
بيتكلم عن انبياء العهد القديم، تمام وكل التفاسير مجمعة على هذا الامر. تمام. النص الثاني برضو اللي بتتمسكوا بيه، اللي هو كل الكتاب هو محى به من الله ونفع للتعليم والتوبيخ الذي في البر، اللي هو رسالة بولس. طيب تمام. النص ده اصلا محرف، النص بيقول بص جرافي كل كتاب. انت ايه رأيك؟ ايه رأيك نكمل الحوار بتاع امبارح مع الحاج وسام النهارده؟ اه والله أنا قلت لك أنا قلق جدا على هذه المرأة يا عم ان شاء الله. بص انا هخلي لك الشيخ بنفسه والاخوه يدعوا لها. امين امين امين. ثواني والله بحاجه. ثواني وبعدين اقول لك السر في الموضوع بس. خليك معايا ثواني يا اخوانا، الله يبارك فيكم. في لنا اخت مسلمه عايشه في اوروبا مريضه، وفي حاجه مسه لدعائكم لها بالشفاء، فنسأل الله عز وجل أن يشفيها. ويا ريت شيخنا الشيخ وسام والإخوة تأمن على دعائه يعني. اتفضل يا شيخنا الشيخ وسام، مع حضرتك المايك. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت الأول؟ طيب، الأول أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل، وأن يصلح نيتنا، تكون نيتنا خالصة لوجه الله الكريم. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا أستاذ ميشيل، أهلا وسهلا بيك. وأنا والله النهارده كنت بتكلم عليك كلام طيب، ويشهد الإخوة جميعا وقال عليك إنسان مؤدب وإنسان محترم. والنقطة الثانية اللي أنت عندك سعة صدر، وإن أنت إنسان مش معاند، ودي ميزة كويسة جدا جدا. أنا هرد على السؤال يعني هضيف بس إضافة بسيطة على كلام أخونا الفاضل الأستاذ الذهبي بعد إذنك. يعني أنت سألت في موضوع هل الله سبحانه وتعالى توعد بحفظ الكتاب المقدس ولا لم يتوعد بحفظ الكتاب المقدس؟ طبعا الكلام لابد يكون له بدليل، مظبوط. وده معنى ان احنا بنتكلم هنا بنتكلم على اليهوديه والمسيحيه، يكون لابد يكون الدليل من الكتاب المقدس. يا ريت كل الاخوه الله يبارك فيهم اللي سامع يرفع ايده، يبقى في تفاعل كده وتشجعوا الواحد على النقاش والحوار ان شاء الله. طيب السؤال الثاني حضرتك، هل الله سبحانه وتعالى وعد بحفظ الكتاب المقدس او ترك حفظه لليهود؟ الرد شوف حضرتك، التثنية الإصحاح 12-32، تثنية 12-32، كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه، لا تزيد عليه ولا تنقص منه، لا تزيد عليه ولا تنقص. الله سبحانه وتعالى ترك حفظ الكتاب المقدس لأحبار اليهود. الله سبحانه وتعالى لم يتوعد بحفظ الكتاب المقدس. تاني، كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه، لا تزيد عليه ولا تنقص منه. التثنية 2:4 أو 4:2، لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به، على الكلام اللي أنا أوصيكم به، ولا تنقصوا منه. لا تزيدوا ولا تنقصوا، لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه، لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم الذي أنا أوصيكم به. هل العهد الجديد بيأكد أن الله ترك حفظ الكتاب المقدس لأحبار اليهود فلم يحفظوه حرفوه وعدلوه؟ نعم. فين الكلام ده؟ بولس نفسه بيقول في رومية 3:2-3:3، رومية 3:2-3:3 يقول بولس: وإما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ إيه رأي حضرتك؟ في أقوى من كده؟ استؤمنوا ولم يكونوا أمناء، حرفوا. شوف المشكلة يا أستاذ ميشيل، المشكلة إن الكتاب نفسه بيعترف بالتحريف والتأليف، الكتاب بيعترف بكده. شوف حضرتك بيقول إيه. عندك إرميا 8:8 يقول:
وهنقول الأول حسب ترجمة فان دايك. كيف تقول إننا حكماء؟ كيف تقول إن نحن حكماء وشريعة الرب معنى حق، إنه إلى الكذب حولها قلم الكتب الكاذب. عندك حضرتك على سبيل المثال الأخبار السارة بتقول نحن حكماء وشريعة الرب معنا، أم ترون إن قلم الكتب الكاذب حولها إلى الكذب؟ تحريف. اليسوعية بتقول نحن حكماء وشريعة الرب معنا، إن قلم الكتب الكاذب حولها كذب. طب هل كلمة التحريف صراحة موجودة ومعترف بها؟ أيوة موجودة. إرميا 23:6 إما وحي الرب فلا تذكروه بعد، إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود. حرفتم كلام رب الإله الحي رب. أستاذ الكريم ميشيل، المشكلة الكتاب اللي في إيدك العملية مش تحريف بس، هذا الكتاب مؤلف ثم محرف. أنا لاحظت حضرتك أمس ما شاء الله العربي بتاعك ممتاز، وعرفت أمس التحريف بطريقة ممتازة بصراحة يعني. مش أكيد فاهم أنت تأليف يعني. التأليف يعني ليس له أصل، ملوش أصل. التحريف له أصل، ثم بعد إيه؟ بعد كده تم تحريف. لا، ده مؤلف من أساسه. طب هل عندي دليل على التأليف؟ أيوة عندي دليل على التأليف. أنا جبت الدليل على التحريف، أجيب لك ومن العهد القديم ومن العهد الجديد. من العهد القديم بيقول فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وهذا مفهوم لا ينطبق مع العلم الحديث. ان شرب الماء مضر، ويا ريت اي واحد مسيحي يتفضل ياخد الماء بعد ما خلص ويجيب دليل علمي ان شرب الماء مضر. ثم كما ان شرب الخمر وحدها، يعني ما تشربش ميه اشرب خمر، مش هو ده الشاهد. اسمع التأليف. او شرب الماء وحده مضر، انما تطيب الخمر ممزوجه بالماء وتعقب لذه وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الاسلوب يطرب مسامع مطلعي التأليف. إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ثم كما إن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطلعي التأليف. هل العهد الجديد بيأكد التأليف؟ أي والله بيأكده. فين؟ لوقا 1:1. لوقا إذا كان كثيرين قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة. ده نسمع منها تعليق ونكمل في بقية الجزئية دي. اتفضل المايك مع حضرتك. هو بالأساس أنه ما دام أنه الرب يعني لم يقوم بذاته بنفسه بحفظ كتابه المقدس، بل وكله إلى أشخاص هم يحفظونه. تمام؟ وكانت هذه من واجباتهم. هنا هؤلاء الأشخاص، السؤال هو عن هؤلاء الأشخاص، هل تم اختيارهم اعتباطا أم هم تبرعوا من أنفسهم بكتابة الكتاب المقدس؟ هذا واحد. فإذا كان تم اختيارهم من قبل الرب، هذا يعني أنه كان يعلم بكونهم أمناء في هذا الموضوع. أهل لهذا الأمر؟ واضح؟ زين. وإذا لم يكن، لا، لم يكن أنه الاختيار هو من الله بشكل مباشر، هذا يعني من الطبيعي أن يحصل التحريف، وهذا يتنافى مع الأصل أنه هم يكتبون كتاب الرب يعني. إذن يجب أن يكون الاختيار من الله. واضح؟ يجب أن يكون الاختيار من الله.
ولكنه اختيار لأناس مختارين وليسوا مجبرين، ليسوا أدوات وآلات للكتابة، واضح؟ إنما هم بأنفسهم لهم الاختيار في الكتابة، يعني لهم الاختيار في اختيار الألفاظ، ليسوا أدوات، قصدي ليسوا أدوات وآلات للطباعة مثل ما يقال، واضح؟ هذه نقطة. زين. ثانيا الزيادة أو النقصان أو التحريف التي تحصل واحدة من اثنين بصراحة، إما أن تكون منهم أنفسهم، هم نفسهم هؤلاء الذين يعني اختارهم الله لكتابة كتابه، واضح؟ يعني هم تعمدوا هذا التحريف، أو نقول لا، بأن هذا التحريف قد اضطروا إليه هم أو نساخ الذين جاءوا من بعدهم حتى يتناسب مع الوقت قابلة للتغيير. أنا بالنسبة إلي أنا ميشيل أعتقد بأن الكلام الخاص بيسوع ومجريات الأحداث بشكل عام هي ثابتة مقدسة، ولكن ما أضيف وما اختلف فيه الأناجيل كلها في بعضها أنها تحتوي بصمات كل كاتب، وبصمة الكاتب تعبر عن ذاته، هو يدعي بأنها من الرب، ولكن بالحقيقة هي تعبر طيب عن انتظر بصمة وجوده وبصمة. السلام عليكم استاذ ميشيل، لو سمحت تكرمت في يعني نقطه مهمه لازم نفرق بينها. اولا احنا امس كنا بنتكلم على موضوع التحريف وحضرتك اتفقت على هذا الكلام، والموضوع ده انا النهارده بتكلم على التاليف، انت الان بتتكلم تاني على التحريف. هناك فرق ما بين التاليف والتحريف. التاليف يعني حاجه ما لها مصدر، واحد الف شيء مش موجود اساسا. التحريف اما يكون شيء موجود وحرفت فيه، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. انا بتكلم الان هناك نصوص بتؤكد في العهد القديم والجديد ان هذا الكتاب ليس فقط محرف، هذا كتاب مؤلف من اساسه. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية، لا بد ان تفرق ما بين الرسل والكتبة. بمعنى ايه؟ بمعنى انت الان، وانا اتفق معك ان الله سبحانه وتعالى اوحى بالتوراة لسيدنا موسى، اللي موافق على الكلام ده يكتب 7، هتلاقي كل الغرفة مسيحيين ومسلمين موافقين على الكلام. احنا نختلف معاك ان التوراة اللي في ايدك دلوقتي من كتابة موسى، واديك دليل مسيحي ما مسلم، دليل مسيحي. فلا بد تفرق ما بين الانبياء الذي اوحى الله لهم بالوحي السماوي والنساخ او الكتبة او السكرايبس، هناك فرق. اديك مثال يدل على الكلام اللي مثلا عندك الترجمة اليسوعية بتتكلم عن التوراة اللي في ايدينا الان، التوراة اللي في ايدينا الان، فبتقول ايه؟ صفحة رقم 60 تحت عنوان التقليد عن التوراة، ونجد في نهاية هذا التاريخ التوراة كما نعرفها اليوم، كما نعرفها اليوم، والتمعن في تأليفها الأدبي، التمعن في تأليفها الأدبي. تأليفها يعني مين اللي كتبها؟ مين اللي ألفها؟ في تأليفها يكشف لنا ان ذلك التحرير النهائي على الأرجح في أيام عزرا، في أيام عزرا. الكاتب ليس موسى، واللي بيقول الكلام ده مش مسلمين. الترجمة اليسوعية عاملها نخبة من علماء الكاثوليك خلال القرن الخامس، راعى باحترام مختلف التقاليد الدينية للشعب. يعني موسى بريء من هذا الكلام، موسى بريء. أنا مستعد حضرتك أجيب لك والله كم على ما أقول شيء
كتاب من عهد القديم ومن عهد الجديد، واثبت لك من الكتاب، النقطه دي واضحه يا شباب، ان الكاتب ليس هو المنسوب اليه. يعني اجيب لك، يعني في كتب منسوبه الى يشوع، اقول لك لا، اجيب لك بدين مش هو، موسى مش هو، عزرا مش هو، وهكذا وهكذا. كل الكتاب بلا استثناء من فروم A to Z، عهد قديم من التكوين للرؤية، اثبت لك هذا الكلام. ومن ايه؟ من داخل كل سفر. فهمت حضرتك؟ فانت لابد ان تفرق ما بين النبي اللي اوحى اليه الله سبحانه وتعالى بالوحي وكاتب. الكاتب ده موضوع تاني. الكتب التي بين ايديكم الان ليس هي الكتب اللي ربنا سبحانه وتعالى اوحى بها للانبياء والرسل. فاهم حضرتك؟ دلوقتي بالنسبه لموضوع التاليف، انت الكتاب اللي في ايدك الوقت وجبت لك النص، وعيد النصوص تاني لو سمحت لي يعني، ويا ريت اسمع منك رد على موضوع التاليف. احنا التحريف ناقشناه امس، ان قال التاليف ان كنت قد احسنت التاليف واصبت الغرض فذلك ما كنت اتمنى، وان كان قد لحقني الوهن والتقصير فاني قد بذلت وسعي. سوى كما ان شرب الخمر وحدها او شرب الماء وحده مضر، وانما تطيب الخمر ممزوجه بالماء وتعقب لذة وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الاسلوب يطرب مسامع مطلعي التأليف. مطلعي التأليف انتهى. وبعدين لوقا اذا كان كثيرين قد اخذوا بتأليف قصة. اذا الموضوع واضح جدا جدا. ارجو من حضرتك عشان نستفاد كلنا، انا استفاد منك وتستفاد والناس كلها تستفاد، يعني نركز في الكلام، ما نحاولش نخرج خارج الموضوع، ما نحاولش نشرح. اخد بال حضرتك؟ مع احترامي لك، اتفضل مايك مع حضرتك. اهلا وسهلا بيك. ماشي انا اسف بس يعني هل هناك غيري يتكلم ولا فقط انا؟ يعني اريد ان اسمع غيري يتحاور معي، يعني هذه واحدة. ثانيا بالنسبة إلى قضية التأليف، من الطبيعي أن يحصل اختلاف. شوف، يعني هذا الاختلاف طبيعي، ولكن هذا الاختلاف هل هو يغير من حقيقة جوهر النص وجوهر ما يريده الرب في هذا الكلام؟ هذه واحدة. يعني هل التأليف الذي حصل هل غير مراد الرب؟ هل هم أوضحوا به مراد الرب أم لا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، على اعتبار أنه هم معنى هذا الكلام ان هذا الكتاب كتاب مش سماوي، ليس له مصدر سماوي. خلي بالك، احرص، حدد كلامك، بي سبيسيفيك. معنى هذا الكتاب انه ليس له مصدر سماوي، هو تأليف بشري. اتفضل مايك معاك. هو تأليف ولكن مسوق من الروح القدس. واضح الفكرة؟ يعني حديك مثال، يعني مثال ممكن. ما هو الفرق في الإسلام؟ السلام عليكم. دقيقة واحدة بس. موضوع موثوق من الروح القدس ديت ده ايه؟ موضوع بتسمعوه انتوا غلط، او الاستشهاد بغلط. النص موجود فين اول؟ موثوقين من الروح القدس. هجيب لك انا النص ونقرأ النص ونرجع للأصول ونشوف النص بيقول ايه، ونشوف بولس كان بيستشهد على ايه. دقيقة واحدة بس، او حد ينزل النص من الاخوة الاكارم لو سمحت. ثواني. النص ما له دخل اساسا. بطرس، متاسف، بطرس. النص ما له دخل اساسا بالمفهوم المسيحي. خليك معايا دقيقه واحده بس. دقيقه واحده يا اخوه كرام. بسم الله الرحمن الرحيم.
النص موجود في الرسالة الثانية لبطرس الإصحاح الأول، بس تقرأ من العدد 19 تقدر تفهمها. ماشي؟ الرسالة الأولى لبطرس. معلش اعذروني يا اخي، اشهد الله انا يعني بقول من الذاكره بقى لي مده كبيره كمان النقاش، فمعذره يعني. المهم نرجع تاني لبطرس. ثواني. الرساله الثانيه من العدد 19. طيب وعندنا الكلمة النبوية وهي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع مظلم. العدد اللي بعده واللي بعده، ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم عالمين هذا اولا. اللي كل نبوءة الكتاب ليست من تفسير خاص، لان لم تأتي نبوءة قط بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسيون موثوقين من الروح القدس. السؤال المطروح لحضرتك، هل يعني قبل ما نكمل بس لو سمحت بس وتديني المايك تاني لو سمحت، هل الآن لما كان بيتكلم بطرس كان بيتكلم على الكتاب المقدس بالكامل ولا ايه؟ كان بيتكلم على الكتاب المقدس بالكامل. الكلام ده في قلنا الرسالة الأولى لبطرس الإصحاح الأول العدد 19 20 21، وبعدين أكمل مع حضرتك. اتفضل. بطرس كان يتكلم ليس على كل الكتاب، كان يتكلم عن شيء محدد هنا. ماشي؟ طيب شوفوا، ده المسيحيين بيستخدموا نص للدلالة على ان العهد الجديد موحى به من الله. الكلام غير صحيح. لماذا؟ لان كلنا نعلم، وهجيب لك الدليل مش كلام يعني، ان عندما كان بولس موجود وكان بيرسل الرسائل بتاعته الى الكنائس ما كان في حاجه اسمها العهد الجديد، ما كانش في حاجه اسمها العهد الجديد. هجيب لك على سبيل المثال الاول الترجمه العربيه المشتركه. ثواني بس جيبها لك، شوف بتقول ايه. الترجمه العربيه المشتركه وهي عمل جماعه من جميع الكنائس. في المقدمه بتاعتها بتقول هذه الترجمه هي اول ترجمه عربيه وضعتها لجنه مؤلفه من العلماء الكتابيين واللاهوتيين ينتمون الى مختلف الكنائس المسيحيه من كاثوليكيه وارثوذكسيه وانجيليه، وهي اللجنه المذكوره تقدم لهم الكتاب يعني دي متفقين عليها جميع الطوائف بلا استثناء. طب ممتاز. الان في المقدمه بتقول الكتاب المقدس في عهده القديم والجديد. بتقول ايه؟ بتقول تكونت اللائحة القانونية لأسفار العهد الجديد على مراحل. أول مجموعة تكونت هي رسائل بولس، ما كان في عهد جديد من أساسه، التي تكلمت عنها رسالة بطرس الثانية 3 15 16، ثم الأناجيل وسفر الأعمال، وبعد نقاشات عديدة، لأن كان في رسائل أو أسفار أو كتب مرفوضة من الكنيسة. وبعد نقاشات بين الكنائس قبلت الرسالة إلى العبرانيين لأن كاتب مجهول، رسالة يعقوب، بطرس الثانية، يهوذا، وسفر الرؤيا. ادي أول شيء. لو نرجع للترجمة اليسوعية بتأكد نفس الكلام، لو تسمح لي بس ثواني، بتقول نفس الكلام ده تقريبا في مدخل العهد الجديد. فبتقول في ايه؟ دقيقة واحدة بس. تحت قانون العهد الجديد الترجمة اليسوعية صفحة 8 بتقول ويبدو أن المسيحيين حتى ما يقرب من سنة 150 تدرجوا من حيث لم يشعروا بالأمر إلا قليلا جدا إلى الشروع في إنشاء مجموعة جديدة من الأسفار المقدسة، وأغلب الظن أنهم جمعوا في بدء أمرهم رسائل بولس واستعملوها في حياتهم الكنائسية. بولس لم يتكلم عن العهد الجديد. طيب، ولم تكن غايتهم قط أن يؤلفوا ملحقا من الكتاب المقدس، بل كانوا يدعون الأحداث توجههم، فقد كانت الوثائق البولوسية مكتوبة في حين كان التقليد الإنجيل لا يزال في معظمه متناقلا على ألسنة الحفاظ، فضلا عن أن بولس نفسه كان قد أوصى بتلاوة رسائله وتداولها بين الكنائس المتجاورة.
ومهما يكن من الامر فان كثير من المؤلفين المسيحيين اشاروا منذ القرن الثاني الى انهم يعرفون عدد كبير من الرسائل كتبها بولس، فيمكن ان نستنتج من ذلك انه اقيمت من غير ابطاء مجموعه من هذه رسائل بولس، وانها انتشرت انتشارا واسعا. ولما كان للرسول من الشهره وما كانت لتلك النصوص من الشأن، فليس هناك قبل اول القرن الثاني اي شهادات تثبت ان هذه النصوص تعد اسفار مقدسه لها من الشأن ما للكتاب المقدس. ولم يظهر شأن الأناجيل طوال هذه المدة ظهورا واضحا كما ظهر شأن رسائل بولس. شفت حضرتك؟ طيب الآن الجزئية دي هل حضرتك متفق معايا إن بولس كان لا يتكلم عن العهد الجديد؟ ناخدها ستيب بس خطوة خطوة. اتفضل. بس ممكن إعادة الجزئية الأخيرة من السؤال. الجزئية الأخيرة من السؤال واضح؟ أنا جبت لك الآن من الترجمة العربية المشتركة، وهي عمل جماعي من جميع الكنائس كلها متفق عليه جميع الطوائف، وبتؤكد أن أول شيء تم قبوله هي رسائل بولس، وبعد كده الأناجيل، أعمال الرسل، ثم في بعض الرسائل أخذت وقت كبير لأن كان في مرفوضة. تمام؟ نفس الكلام جبته لك من الترجمة اليسوعية. ممتاز. السؤال المطروح لحضرتك بس ناخدها خطوة خطوة. الآن السؤال الأول، هل أنت الآن معايا اتفقت معي أن بولس كان لا يتكلم عن العهد الجديد؟ نعم أو لا؟ اتفضل. تمام معك. أنا معك في هذا الكلام، وعندي دليل آخر جدا مهم أنا أضيفه لك. لا يوجد المسيح بنفسه لم يملي على تلاميذه في أي نص، ولم يأمرهم بكتابة الإنجيل. أنا أقول لك هذا الشيء، وهذا أمر واضح، وأنا أؤيد هذه الفكرة، فكرة أنه أول من كتب جزئيات العهد الجديد أو هو بطرس أو بولس العفو، وبعدين ستيب باي ستيب فترة بفترة جمع خلال فترة. هذا شيء غير مخفي، يعني شيء واضح أنه لم يكن العهد الجديد جاهزا كما هو الآن، إنما كتب على مراحل. السلام عليكم. خليك معايا حضرتك. السؤال المطروح الآن لو تكرر، هل هذا النص بيتكلم على العهد القديم على انه وحي من الله سبحانه وتعالى؟ لان ده اللي انت استخدمته. هل نعم او لا؟ اتفضل. يعني لا يتكلم عن العهد الجديد، انما يتكلم عن العهد القديم، وقد خص به الكتب القديمة الأولى، يعني أسفار الأولى وغيرها، وهذا واضح. ولكن من الممكن. أستاذ ميشيل، أنت لم تجاوب عن النص، ما جاوبتش على السؤال. ليس هذا السؤال. هل النص بيتكلم على أن العهد القديم وحي من الله سبحانه وتعالى؟ أنت الأول استخدمت النص على أن هذا النص بيتكلم أن هؤلاء الناس اللي كانوا بيقولوا ده أو بيكتبوا وحي من الله. ثبتنا الآن أن الكلام مش على العهد الجديد. النص ما له دخل بالعهد الجديد. الجزء الثاني، هل النص يدل على أن العهد القديم وحي من الله؟ اتفضل. على هذا النص نعم يثبت أنه وحي من الله، ولكن مثل ما قلنا وحي، وقلنا الوحي قسمان، يعني أنا لا أريد أن أكرر كلامي. يعني الوحي مثل ما قلنا قسمان، وحي كان مكتوبا كما هي الوصايا العشرة وكما لقنه موسى، وهناك وحي آخر كتب بالمعنى. أستاذ ميشيل، لا اسمعنا أستاذ ميشيل، لا. مين اللي بيقول الكلام ده؟ أسامة عبد الله؟ والله ما أسامة عبد الله، لا. أنا بقول لحضرتك الآن افتح أي تفسير مسيحي على وجه الأرض. النص ما بيتكلم على أن العهد القديم وحي. النص بيقول فيه، وهقرأ لك النص، أن هناك نبوءات عن يسوع في العهد القديم. هنقرأ النص تاني ونجيب التفسيرات المسيحية. اتفضل حضرتك.
النص بيقول ايه؟ ثواني حضرتك. من العدد 19: وعندنا الكلمة النبوية اثبت ألا تفعلون حسنا أن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضوع مظلم إلى أن الفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم عالمين. هذا أولا اللي كل نبوءة الكتاب ليست خلي بال حضرتك بيقول إيه؟ نبوءة بروفيسي، ما بيتكلمش عن ريفيليشن أو انسبريشن. حضرتك بتعرف إنجليزي كويس صح؟ هناك فرق من بين نبوءة ووحي. نبوءة بروفيسي، وحي ريفيليشن انسبريشن. لا، كل نبوءة الكتاب ليست من تفسير خاص لأنها لم تأتي نبوءة بروفيسي برضو قط بمشيئة إنسان، بل تكلم الناس. الآن بقى حضرتك امال هو بيتكلم على إيه؟ إنه نشوف تفسيرات المسيحية. اتفضل. عندك تدرس يعقوب ملطي والمفسر المعتمد في الكنيسة المصرية بيتكلم اهو أمام حضرتك. اسمع ماذا يقول سجل الأنبياء نبوتهم عن اجتهاد لا عن اجتهاد بشري، اي ليس من تفسير بل بوحي. انها المهم الى ان نصل الى ايه؟ طب عن ايه هي؟ طب إيه؟ بيتكلم عن ايه؟ ده بيتكلم عن ايه؟ بيقول لك بيتكلم على تجسد السيد المسيح وموته وصلبه. تجسده وموته وصلبه، يعني بيقول لك ان العهد القديم هناك نبوءات مذكور فيها عن صلب وموت السيد المسيح. اتفضل مايك معك. يعني هو بهذا يحاول أن يثبت أمرين: يثبت صحة الكتاب القديم، العهد القديم، وفي نفس الوقت يحاول أن يثبت صحة العهد الجديد بهذه الكلمة. تمام؟ هو لا يسمعك يا ميشيل، انت بتتكلم وهو بيسمعك. خلاص هو طلب الماء. السلام عليكم. لا الله يجزيك خير، الصوت واضح جدا. استاذ ميشيل، لا يا استاذ ميشيل، استاذ ميشيل، كل العمليه ان الكتبه المسيحيين بيقول لك هذا النص يشير الى ان العهد القديم هناك نبوءات عن صلب وموت وقيامه يسوع. فهمت؟ مش على ان الكتاب المقدس كلام الله عهد الجديد والقديم، لا، يتكلم عن هناك نبوءات عن المسيح الموعود في العهد القديم. المفهوم المسيحي يعني ان هو يكون ابن انسان وهيموت ويصلب وبقيت هذا الكلام. المايك معك اتفضل. نعم. هذه النبوءات تتحدث عن هذا الموضوع، وهذا موضوع ثاني غير العهد القديم وصحته وإلى آخره. نعم، هناك آيات في هذا الموضوع تتحدث حول نبوءتها حول المسيح، حول موته وقيامته. ولكن أنا في رأيي والعلم عند الرب أن هذه النبوءات هي رمزية وليست نصية، فلا يوجد يعني نص مباشر بالاسم مباشر يعني حول هذا الموضوع، إنما قضايا رمزية. ماذا تقول يعني أنت في هذا؟ السلام عليكم. انا مع احترام لحضرتك اقول لك ما في اي نبوءه عن يسوع في العهد القديم، ومع احترام لحضرتك اتحدى اي واحد مسيحي ياتي بنبوءه عن يسوع في العهد القديم. ما في اي نبوءات اطلاقا. يسوع غير مذكور في العهد القديم، ولا لا اقصد مذكور بالاسم، لا، ما في شيء عنه اطلاقا، ما فيش. اتفضل حضرتك هات لي نبوءه الان اللي انت عاوزه وانا اثبت لك الكلام ده عكس الكلام ده. ما فيش شيء عنه اطلاقا. اتفضل مايك معاك، لو اننا خرجنا عن الموضوع بتاعنا بس نرجع له تاني. اتفضل. طيب، لو كان هذا الكلام صحيح فلماذا يدعي يعني العلماء أو يقصص أن هناك دلائل في العهد القديم حول المسيح؟ هو الشيخ بيطلب منك هات انت نبوءة من النبوءات دي اللي هم بيستدلوا بيها، وهو هيرد لك عليها ويبين لك ان هي مش عن يسوع.
بصراحة أنا اليوم مش جاهز 100% في الموضوع يعني. طيب يعني أي نبوءة، طب أجيب أنا مكانك؟ جيب، ما قلتش لا. مثلا هم دايما بيستشهدوا: أما هو كشاة سيق إلى الذبح ولم يفتح فاه، نعجة صامتة أمام جزارها مثلا. اتفضل شيخنا وسام. خلي دي دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة بس. أستاذ ميشيل، ممكن حضرتك تقول لي النبوءة يعني ايه الأول؟ ما هي النبوءة أساسا؟ اتفضل مايك معك عشان نقدر بس ايه مع ان خرجنا من، بس مش مشكلة، اتفضل كمل. نعم، النبوءة هي الإخبار عن حصول شيء في المستقبل لم يكن لها سابق، وحينما تحصل في أوانها بطريق معين. لما أتنبأ مثلا أنه بعد 20 سنة ستقوم حرب عالمية ثالثة مثلا، فتحصل هذه الحرب، أو أتنبأ بأن فلان بعد 100 سنة سوف يخرج منه من يحكم يعني أي بلد معينة يعني، أو يصبح من أغنى الأغنياء، أو أنبئك بأنه سوف يكثر نسلك مثل ما الرب تنبأ وأعطى لإبراهيم العهد وغيرها. هذه النبوءة الإخبار بأمر سوف يحصل بالمستقبل، سواء كان هذا الأمر إعجازي أم كان غير إعجازي، إنما هو إخبار عن المستقبل بطريق غير طبيعية يعني. واضح؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله. الإجابة ممتازة رائعة. إذا يا إخوة الكرام، يا ريت الناس يكونوا برضو سامعين ويكونوا معانا إن شاء الله. إذا معنى هذا الكلام إحنا النبوءة يعني بروفيس، يعني شيء will happen in the future، شيء سوف يحدث في المستقبل. كلنا متفقين على كده، شيء سوف يحدث في المستقبل، في المستقبل. طيب الآن خليك معايا دقيقة واحدة بس، ويا ريت الإخوة خليهم اللي هيكتب نصوص على التكست. أنا هقول النسخة، الترجمة إذا كانت عربي أو إنجليزي، حياك الله، وأنت تكتب على التكست اللي أنا هقوله على المايك. ما حدش يستبقى الأمور بس لو سمحتوا. شوف حضرتك، هناخد كينج جيمس فيرجن، نسخة الملك جيمس، تمام؟ نسخة الملك جيمس، دقيقة واحدة، وهننزل إذاية شابتر 9 فيرس 6، إشعياء 9:6. تمام؟ تمام؟ King James Version, Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. تاني. For unto us a child is born, unto us son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. المايك مع حضرتك، أي زمن بيتكلم فيه هنا الفيرس. اتفضل مايك معك. الكلام لي أنا؟ جاوب. بس أنا ما سمعتش السؤال كويس في الأخير يعني. طيب في آخر شيء. خلينا نعيد تاني. أستاذ الكريم ميشيل، أنتوا بتقولوا ده نص نبوءة عن يسوع، وهنقول النص كما هو في كتاب نسخة الملك جيمس. أوكي؟ نسخة الملك جيمس بتقول إشعياء 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. اتفضل حضرتك. مظبوط؟ مش دي نبوة عندكم؟ طيب الزمن هنا زمن ايه؟ اتفضل مايك مع حضرتك. العربي انا مش كويس في الانجليزي لو سمحت. استاذ ميشيل، هنجيبها بالعربي. نزلوا فان دايك
اكرم. انا جبت لك بالانجليزي ليه؟ الانجليزي واضحه جدا ان شاء الله، يعني ان شال معناها شيء سوف يحدث في المستقبل، يعني شيء مستقبلي، يعني نبوءه يعني. اوكي. وبيأكد الكلام ده ترجمه فان دايك، لانه يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرئاسه على كتفه ويدعو اسمه عجيبا مشيرا الى قدير امن ابديا رئيس السلام. تمام. النص الانجليزي واضح، شال يعني في المستقبل، هنا واضح برضه، واخد بالك؟ تكون الرئاسة على كتفه وهكذا. اتفضل مايك مع حضرتك كده، قول لي ايه زمن الفعل هنا، او زمن يعني هل دي بتتكلم نبوة عن يسوع ولا لا؟ اتفضل. شوف، النبوءة دي المفروض انها تتحدث في المستقبل، يعني اشعياء النبي هنا يتحدث عن ما سوف يحصل في المستقبل. وبما انه المسيح هو من نسل داود وجاء في وكان هو المسيح يعني، وكان منتظر، وانطبقت عليه كل هذه النبوة. واضح؟ ولكن قد يقال بأن المسيح لم يتسلم الملك عمليا حتى استاذ مشير معلش، ستيب باي ستيب، مش عاوزين نسبق الامور. لو تكرمت، انت بتقول ديت نبوءة لان بيتكلم عن المستقبل سوف يحدث. لا استاذ الكريم، هذا كلام غير صحيح، وده اكبر مثال على التحريف من عهد القديم للعهد الجديد. اتفضل حضرتك. النص عندك فيه ترجمة يهودية، متأسف، عندك ترجمة يهودية اللي هي جيوش بريس، اللي هي جي بي اس. النص العبري مترجم باللغة الإنجليزية، اتفضل حضرتك اهو، وهنزله اهو وهقرأه لك وبعدين هترجمه لك، عشان انت بتقول الانجليزي بتاعك يمكن مش قوي يعني. شوف النص بيقول ايه حضرتك: For a child is born into us, a son is given in the past ماضي is given into us, the government is upon his shoulder, not shall be مش مستقبل، مش مستقبل، الرئاسة على كتفه. وبعدين بيقول لك ايه؟ فين انا وصلت لحد فين؟ and his name is called، اكتبوا called كده، CALLED. عارف called يعني ايه؟ يعني اطلق عليه، سمي كذا. هذه ليست نبوءة، ده بيتكلم على شيء تم حدوثه في الماضي بس not present not even future. فهمت حضرتك؟ نقرأها تاني. اتفضل حضرتك، ادي اهو النص العبري ومترجم انجليزي. اتفضل حضرتك اهو. For a child is born unto us, a son is given unto us, and the government upon his shoulder, and his name is called and so on. اتفضل معك نسمع الجزئية دي. اتفضل. نعم. يعني أنت تقصد بهذا الكلام أنه هذه تتحدث حول أمر قد حصل في الماضي، وليس يتحدث عن أمر سوف يحصل في المستقبل. ماشي؟ حسب الترجمة العبرية القديمة. تمام؟ طيب، لو كان هذا الكلام صحيح، نعم، حسب ما موجود في النص، سؤالي فلماذا ترجم وتكون يعني وستكون الرئاسة بين أو على كتفيه؟ يعني لماذا ترجم للمستقبل برأيك أنت، إذا كانت الترجمة الأصلية أو النص الأصلي هو يتحدث حول الماضي؟ طب السلام عليكم، انا عندي مفاجأة لحضرتك. اتفضل حضرتك وهقول لك النصوص. انت عندك تقريبا 10 تراجم عربية، ترجمة فان دايك بتتكلم عن المستقبل. تمام، ممتاز. طيب اتفضل حضرتك على سبيل المثال، مثلا دقيقة واحدة، خليك معايا دقيقة واحدة.
اتفضل على سبيل المثال الترجمة اليسوعية. الترجمة اليسوعية ماذا تقول؟ اتفضل حضرتك اهو. بتقول ايه؟ لانه قد ولد باستنس في الماضي، لنا ولد، واعطي باستنس في الماضي ايه؟ فصارت، مش فيصير، مش فيصير سوف، فصارت الرئاسة. اتفضل حضرتك اهو تراجم عربية مش تراجم الأجنبية بس. شفت حضرتك ولا شفتش؟ شفت؟ خليك معايا كمان ثواني حضرتك. الآن شوف حضرتك، ما هو ده اللي أنا بقوله حضرتك. ما ليس هناك أي نبوءة عن يسوع الإنجيلي في العهد القديم. ده اسمه تلفيق النبوءات، تحريف وتلفيق النبوءات لإثباتها على يسوع. حتى عشان أكون عادل معاك، وأعتقد ده عدل يعني، أولا النص بيتكلم عن شيء تم حدوثه في الماضي، ولكن لو أخذنا النص كما هو على سبيل المجادلة حتى بعد التحريف، عد ولا مش عد يا إخوة؟ حتى بعد التحريف من ماضي المستقبل برضه مش لن تنطبق على يسوع، لن تنطبق على يسوع. فين النص بيقول؟ شوف حضرتك واحدة واحدة. لقد لا ناخد ترجمة فان دايك اللي هم ايه الترجمة المعتمدة عندهم، ترجمة ايه؟ فان دايك. النص فان دايك بيقول ايه؟ لا فان دايك، لا نولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه. اتفضل كده المايك مع حضرتك. واحدة واحدة، ستيب باي ستيب. متى كان يسوع رئيس؟ متى؟ اتفضل المايك معك. تمام. أنا أيضا أقول لك هذا الكلام. ممكن يقال معي أنه هو قد توج في السماء يعني، وأيضا توج أيضا لما جاء صعد قبل يوم صلبه حينما دخل إلى أورشليم يعني. وأيضا قد يقال أنه في المستقبل بعد صلبه وبعد رجوعه سوف يكون ملكا على أورشليم يعني. ليس بالضرورة أن يكون فقط في ال3 سنوات أو ال4 التي عاشها بعد تعميده. واضح الفكرة؟ يعني ممكن يقال هذا، ولكن عمليا ماشي، عمليا خلال هذه السنين لم يتوج ملكا. أنا معك في هذا الموضوع، ولكن بأمرين بما أستاذ مشير، معنى هذا الكلام ده أن كاتب إنجيل لوقا كذاب، وأن هذا الشخص ليس موحى به من الروح القدس. وأنت بتتكلم على مملكة روحية، لا ما بيتكلم على مملكة روحية، واجيب لك الدليل. اتفضل حضرتك. لو رجعنا لإنجيل لوقا، عندما بشر الملاك العذراء مريم ماذا قال لها؟ إنجيل لوقا 1:28. فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها. بالمناسبة معلش هنرجع برضو للأصل، عصمة الكتاب المقدس. الملاك لم يحيي مريم. ارجع لتحدي ينزل نفس النص الترجمة اليسوعية، ما فيش فيها تحية، ما فيها تحية. وده برضو بيرجع إلى أن هذا الكتاب تم تحريفه وتغييره حسب العقيدة. لماذا؟ هقول لك ليه. لأن حضرتك كما تعلم أن الكاثوليك تقريبا بيقلهوا العذراء، بيعبدوا العذراء، لأن بيقولوا عليها أم الله، the mother of God. بينما البروتستانت بيعتبروها من سائر البشر، ولذلك مش موجودة في الفان دايك. المهم، سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مبارك أنت في النساء. الآن ادفع حضرتك. نزلت النص من الترجمة اليسوعية لو سمحت يا أخي الكريم. شوف النص للترجمة. افرحي يا أنت الممتلئة نعم الرب معك. لاحظ في شيء يعني واضح كالشمس كمان، ان كل واحد بيترجم حسب العقيدة، حسب ايمان الكنيسة. ازاي؟ البروتستانتي لانه يؤمنوا ان مريم مثل سائر البشر وهي ليست ام الاله، فهي منعم عليها، الله ينعم عليها كما ينعم على سائر البشر. لكن الكاثوليك لانهم يؤمنوا ان مريم ام الله، فهي ممتلئة نعمة، الله لا ينعم عليها. والنص اهو. شوف التحريف.
الترجمة اليسوعية والكاثوليكية، فدخل إليها فقال افرح أيتها الممتلئة نعمة، مش المنعم. شوف الفرق بين منعم وممتلئ، كل ترجمة حسب الإيمان. نكمل بس، ده يعني أكبر دليل هو حي أمامنا. المهم، فلما رأته اضطربت من كلامه فقال ما عسى أن تكون هذه التحية، فقال الملاك لا تخافي يا مريم لأني قد وجدت نعمة عند الله، وأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. أستاذ الكريم لا يتكلم عن مملكة سماوية، يتكلم على مملكة أرضية. داود كان ملك، وابنه سليمان كان ملك، وانتم بتسموه الملك سليمان، ولا تعتقدوا ان هو نبي، بل هو ملك. صح ولا غلطان؟ اتكلم على مملكة أرضية. طيب المشكلة كمان مش في كده بس، يعني ده هذه الرواية كاذبة، والنبوءة دي كاذبة. دي نبوءة اهي برضه في العهد الجديد مرتبطة بالكلام اللي أنا بقوله في إشعياء. مش كده وبس، هل يسوع له الحق أن يجلس على كرسي داود؟ ليس له الحق أن يجلس على كرسي داود. لماذا؟ لأن من أجداد يسوع يهوى قيم. ماذا يقول الكتاب المقدس عن يهوى قيم؟ جد يسوع لا يكون له جالس على كرسي داود. اتفضل نسمع منك الرد. كذب وافتراء. اتفضل. هذا الكلام يدل على أن هناك شخص آخر سوف يملك على عرش داود كما تقول يعني. فبرأيك من هذا سيكون إذا لم يكن هو المسيح؟ السلام عليكم. أولا هذا الشيء ليس مهم، احنا بنتكلم، بس أنا هرد عليها. المهم هنا احنا بنتكلم عليه حضرتك، بنتكلم على هل يسوع فعلا كان له ملك أرضي. يسوع يقول مملكتي ليست من هذه العالم، ولكن النبوة بتتكلم على ملك أرضي. ومع ذلك يعني مش هتفرق مين اللي هيملك، لكن اللي ملك بعد داود ابنه اللي انتم بتقولوا كينج سليمان، الملك سليمان، اللي انتم بتعتبروه ملك وليس نبي. ماشي، بس هذا ليس مش هو الشاهد. الشاهد هنا ان النبوءات ملفقة في العهد القديم والعهد الجديد ملفقة. العهد القديم بيتكلم على انه ليه ملك ارضي، والعهد الجديد، والاثنين دول ما حصلش مع يسوع. ادي اول جزئيه. الجزء الثاني، نزل ثاني اخي الكريم، نزل ثاني الله يحفظك، اللي هي النص اللي كنا بنناقشه، اشعياء 9:6 ثاني، فان دايك، اشعياء 9:6، لا اشعياء 9:6، اشعياء 9:6. اهو الاخ قال لك النص اللي انا قلته. عندك ارميا اهو، لهذا قال الرب عن يهوى قيم ملك يهوذا لا يكون له جالس على كرسي داود. كيف يكون يسوع جالس على كرسي داود وهو ابن يهوى قيم؟ كيف؟ قال الله قال لن يكون له جالس. المهم الجزئيه الثانيه، هذا اول شيء. الجزئيه الثانيه، ويدعى اسمه عجيبا مشير. هل يسوع اسمه عجيب مشير؟ اتفضل مايك معاك. الشيخ الو، فصل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لك هذا الأجر. الله يكتب لك الأجر ده، لأن الحوار ممتاز، والراجل على خلق، والراجل مش معاند وما عندوش كبر، فده كويس. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعل العمل في ميزان حسناتنا جميعا، ويرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل، وأن يصلح نيتنا يكون خالصة لوجهه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ما يرجع، لو رجع إن شاء الله يرجع، ننتظره إن شاء الله، ننتظره إن شاء الله. حيا الله الأحبة جميعا، حياكم الرحمن. اللي سامع يرفع إيده يا شباب. كنت هقول لي يرفع كذا، الحمد لله ما غلطتش، لأن أنا بقول عن النصارى وحتى ما قلتهاش عن النصارى، كان رحمتهم بقالي كان من ساعة ما رجعت بحاول أرحمهم شوية يعني. اللي سامع يرفع إيده يا شباب. الله يحييك يا أخي الكريم، الله يحفظك. فهمت يا ذهبي؟ أنا أقصد إيه يا ذهبي؟ أكيد فهمت. بقول لك أنت قلبك أسود وبتفهم على طول.
يلا، والاستاذ اف. ماشي يا استاذ اف، اف عليك واف على اسمك. طيب اللي سامع يرفع ايده يا شباب. فيسأل الله التوفيق. في حد مسيحي ارثوذكسي، معلش اصل النصارى، اصل الكنيسه القبطيه، والله الكلام ده صدق يا اخوه. لو الاخوه فاكرين ايام الشيخ ديدات، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه ويسكنه الله الفردوس الاعلى ويحشره مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الشيخ ديدات لما كان بيناظر النصارى، كان الكنيسه المصريه بتقول ايه؟ اصله ما بيناظرش كهنه من عندنا. اصل بيناظر اجانب ما بيفهموش في الانجيل. طب يا سيدي اهو، اتفضلوا اشرحوا لنا انتوا، خدوا المايك واشرحوا انتوا، خدوا المايك واشرحوا انتوا، اتفضلوا اشرحوا، خدوا المايك انتوا اللي بتفهموا. يعني المسيحيين كلهم تايواني وانتوا ياباني، مسيحيين العالم كلهم تايواني وانتوا ياباني، اتفضل اشرح، خد المايك اشرح، خد المايك اشرح. مفيش سب وشتيمه وقله ادب على الفاضي وبس، والله ما عندهم الا السب والشتيمه فقط لا غير، فقط. بص يا اخوه الكرام، ان شاء الله احنا قلنا ان ان شاء الله البرنامج، موضوع العدد ده، هو طبعا البرنامج بقى العدد ضعيف، ده حقيقه يعني، لكن كما هو برضه هو وسيله فعاله لتوصيل المعلومه للناس، هو باب لنا. ايوه ما انا عارف يا اخونا الكريم، انا عارف، انا بتكلم على البرنامج مش الغرفه يا اخي الحبيب، انا بتكلم على البرنامج مش الغرفه، انا بقول البرنامج. فاحنا البرنامج ده يعتبر باب لنا للسوشيال ميديا، للسوشيال ميديا. فالمعلومه اللي بنقولها هنا بفضل الله تنتقل عن طريق مثلا فيسبوك، عن طريق تويتر، عن طريق مواقع، عن طريق وهكذا، اليوتيوب، يعني سناب شات، وات ايفر، اي شيء يعني. فمش مشكله العدد، المهم المعلومه دي تصل للناس بالظبط كده، للناس اللي خارج البرنامج. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه مش فاكرها يعني كنت اقول حاجه ثانيه نسيتها النقطه الثانيه افتكرتها الان الحمد لله. النقطه الثانيه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا الى ما يحب ويرضاه. والله انا يعني بس اسال الله التوفيق، بس ادعوا لنا بالتوفيق يا اخوان، ربنا يوفقنا جميعا. يعني انا كده في ان شاء الله مناظره باللغه الانجليزيه مع احد علماء المسيحيه في الغرب، اللهم امين وإياك. فان شاء الله لسه يعني ما اتفقناش على الميعاد لسه ان شاء الله. بس كنت انا سالت، انا بقالي اسبوع بسال موضوع الترجمه على التكست، انا عاوز اجهز الامور الاول. ازاي الترجمه على التكست؟ اجهز كمان الفيسبوك على اساس يبقى فيه اعلانات، وفيه اعلانات على المواقع، واعلانات على السوشيال ميديا كلها، التواصل الاجتماعي كله. وبعد كده ايه، نعمل المناظره ان شاء الله. فباذن الله. فانا كنا سالنا قبل كده مين ممكن يترجم على التكست، اخونا محمد كيو قال هو ممكن يترجم، والله ما انا فاكر مين تاني غير محمد كيو، مش فاكر مين تاني. فهنشوف الاخوه اللي ممكن يترجموا على التكست، ويا ريت لو في حد يقدر يقول من الوقت يبقى كويس. والاخ اوفرسيز، صح اوفرسيز، نعم مناظره هتبقى لايف ان شاء الله. ما اعرفش مين تاني، لو في واحد تاني يبقى كويس كمان، بس من الاخوه المعروفين يعني، مش عاوزين اي حد، يعني واحد يكون معروف الناس كلها تعرفه. انت عارف الترجمه دي ليها مهمه جدا جدا. والله افتكر مره اخوه كرام، الاخوه المغاربه مشهود لهم صراحه ما شاء الله باللغات يعني. فكان معانا اخ مغربي في مناظره باللغه الانجليزيه، اقسم بالله ده حدث. المغاربه بيعرفوا كذا لغه، ممكن يعرف انجليزي، فرنساوي، ايطالي، اسباني، كذا، سبحان الله. فالراجل الاخ كان بيترجم باللغه الاسبانيه، في واحده اسبانيه وبيترجم لها اسباني. تخيل، والله ده حصل. بعد المناظره بفضل الله اسلمت، ورب الكعبه اسلمت بسبب الله سبحانه وتعالى، ثم ترجمه الاخ دي واحده. السلام عليكم ورحمه الله. فمهمه يعني، مهمه جدا جدا، مهمه جدا والله. وبعدين كمان يعني اي عمل مهما كان هذا العمل صغير، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكتبه في ميزان حسناتك، مش شرط.
يعني واحد مثلا يكتب شيء على التكس، واحد يكلم حد على الخاص مسيحي، يتكلم على المايك، وهكذا يعني، هكذا. طبعا غير كمان اللي بينفر الناس. وبعدين في نقطة، في فرق ما بين انت بتتكلم مع واحد مؤدب ومحترم وبتتكلم مع واحد غير محترم. ما حدش يعني يقول لك اصل وسام صعب وجاسي قوي يا ابوي، لا، الناس كلها تشهد. بكلم الراجل اهو اسلوب الكلام معاه، وامس مع اتنين بنفس الطريقه. ليه؟ لان ما تجيبش واحد معاند من الكنيسه القبطيه اللي بيسب الله ورسوله بواحد مؤدب ومحترم بيبحث عن الحق. ما ينفعش الاثنين يتساوي. في وقت لين وفي وقت للشده، ولا انا غلطان؟ في وقت للين ووقت للشده، ما ينفعش كل الوقت لين او كل الوقت شده. هو ده الشاهد بس. المهم نرجع تاني، الراجل لسه ما رجعش، ان شاء الله اول ما يرجع اخونا الذهبي يقول لنا باذن الله ايه اللي سنكس ايام مراكن. يا عم حد جاب سيرتك يا عم سنكس ايام مراكن؟ حد جاب سيرتك؟ انا بتكلم على واحد مغربي. انت مالك انت؟ طب انت مغربي، انت مالك انت يعني؟ انت مالك انت؟ حد جاب سيرتك انت؟ لا اله الا الله محمد. والله كان معانا ادمن مغربي، تخيلوا بيعرف كم لغه. تخيلوا، جس خمن بيعرف كم لغه. اكتبوا على التكس. لا والله ما 9. كام 10 لغات. 10 لغات. ما اعرفش ازاي، والله ما اعرف. 10. حاجه عجيبه يعني، شيء عجيب والله، عجيب فعلا يعني. ننتظر ان شاء الله، مش مشكله. اخي الذهبي ما تنساش واقع الكلام ده عليه. اخي ذهبي صح وانا غلطان؟ العمليه مش سهله اخي الكريم. ما يكون واحد عنده 40 50 60 سنه ويسمع كلام اول مره في حياته يسمعه، العمليه ما هي سهله. العمليه مش سهله والله. ممكن ما ينامش فعلا، والله ممكن ما ينامش. شوف الدكتور محمد الله يبارك فيه ويحفظه ورجعه بالسلامه، والله قال عباره في منتهى الجمال. بيستغرب على الاقباط والنصارى يعني. قال ده انا لو الدكتور محمد بيقول لي على نفسه، لو سالت سؤال او شبهه ما يعرفهاش يقول لك والله يا اخي بيقول كده، بيقول لك ما ينامش الا لما يجيب نتيجه الشبهه ديت. تخيل بقى، شوف انت حضرتك، بيقول لك ما ينام، والله بيقول لك ما نامش. فشوف سبحان الله، هو ده الفرق فعلا. خير ان شاء الله. في حد عنده مداخله او شيء؟ الاحبه متجمعين كلهم يعني، ما شاء الله عليكم. الاخوه الاحبه كلهم متجمعين هنا ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى يجمعنا على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، اخوه متحبين باذن الله. اللهم لا تجعل في قلوبنا غل الذين امنوا، اللهم امين يا رب العالمين. كيفك يا حاج خالد؟ بس انا عاوزين مناظره بالعربي يا ذهبي، بس مش من عيال بتوع البلطوكه يا ذهبي، ما ينفعوش. بقول لواحد حبيبكم الاخ بنار، كنت بنار ما شاء الله محبوب من الناس كلها يعني تقريبا يعني، الله اعلم، مستحيل كل الناس تحب شخص معين بس تقريبا يعني. بقول لي عربي مين يا عم؟ مين اللي هيناظر عربي؟ انا طبعا بتكلم على كهنه ولا يعني رتب كنائسيه. قال لي يا عم مين اللي هيناظر عربي يا عم؟ مين هيناظر؟ انت بتتكلم ازاي؟ شوف لك حد انجليزي، مش هتلاقي حد يناظر عربي. قلت عندك حق، قلت والله عندك حق بصحيح، عندك حق فعلا. مين مسيحي مع مايك؟ مين مسيحي مع مايك؟ اتفضل مايك معاك تقريبا. طيب السلام عليكم. لا شيخنا لسه ما رجعش ولا حاجه، بس انا عاوز اعلق بس تعليق. الله يبارك في عمرك. ليه صوت؟ بالنسبة للمسيحيين الآن أو عامة، مثلا أنا أكلمك على النظام السائد الوقت على الفيسبوك. بيشترط عليك إن أنت تنظره كتاب. لاحظ شيخنا، بيشترط عليك إن أنت تنظره كتاب. أنا واحد من الناس لما باجي أتحاور مع حد ما بتحاورش كتاب. ليه؟ أصلا أنا مش هحاوره هو ده، أنا هحاور الأنبا جوجل. انا هرزعه السؤال من هنا، هو يقوم واخد السؤال كوبي وحطه على جوجل، جوجل يطلع له
الرد يقوم مطلع لي الصفحه والصفحتين والثلاث صفحات في بعض، ويقوم جايبهم لي كوبي وحاططهم لي في تعليق، وانا اقعد لي ساعه ولا ساعه ونص اقرا اللي هو جايبه. لا، تعالى يا حبيبي نتحاور صوتي. عاوز تتحاور؟ مش انت بتقول ان انت طالب الحق وان انت راجل يعني دارس الكتاب المقدس؟ طب تعالى صوتي. اللي يقبل بالصوتي بعرف ان واحد من اتنين: اما ان هو عنده الشجاعة، اما ان هو عنده الشجاعة وما عندوش العلم الكافي، او ان هو عنده العلم او وصل لمرحلة هو عاوز يصل للحق فيه. الاغلبية بقى العامة يا شيخنا بقى اللي بيحاوروا. يعني انا اقول لحضرتك على حاجة. في مرة كنت بحاور قس في اول ما دخلت الفيسبوك والكلام ده كله، فبعد ما تحاورنا ورديت عليه يطرح شبهة، ارد على الشبهة واسأله سؤال برضه في نفس الشبهة بس عنده هو. اخر ما زهق يعمل معايا ايه؟ قام داخل باسم تاني وقعد يشتم علشان خاطر ايه؟ احل عنه بقى. طب ما تطلع ايه ارد عليه. وشاء السماع العليم اني اعرف ان هو ده الشخص بعينه، لانه نفس الاسلوب ما اتغيرش اللي بتحاور بيه في مكان تاني. فسبحان الله، واحد بيقولوا له يا ابونا ونقبل الايه دي يا ابونا ونعمل لك مطانية يا ابونا، وراجل راكب سيارة احدث. اقسم بالله سمعتها باذني، واحدة مسيحية بتقول له يا ابونا انت راكب سيارة احدث موديل، انا ما عنديش سيارة يا ابونا. والله بنفس الصوت كده، وقالت له قدامي. قال لها وايه يعني يا بنتي؟